احنا بدأنا تعامل، مش تعامل في صداقة، بدأت كنا أصدقاء لأن كان مبنى جديد وكنا بنطلع على سقالات، ما كانش لسه لا أسانسيرات، وكان بداية التصوير في قصر عابدين قبل التلفزيون. فكان بيتعمل لوكيشن في قصر عابدين نصور هناك. وجي مع بداية التلفزيون بدأت تيجي حركة الرسوم المتحركة. كانت فكرة غريبة انك تعمل الانيميشن في قلب التلفزيون، ولكن كان بيسبقها فكرة تعلن عن شيء أو إعلانات عن أشياء. اللي بدأوا المدرسة دي بالذات آل مهيب اللي هم حسام وعلي، بدأوا يفكروا إيه هو الإعلان الأول، إزاي في ثواني تعمل فكرة توصل للناس وتروج لشيء. بعد كده بدأوا يفكروا بعد فكرة الإعلانات، طب الله ليه ما نعملش منتج منوعات بأفكار غريبة وجريئة علينا. فبدأوا عن طريق الرسوم المتحركة اللي هم اللي كانوا مسؤولين عنها في هذا الوقت، يعملوا في ستاف من الرسامين الكاريكاتيريين أو اللي بيرسموا الكرتون. ازاي ترسم، ازاي نص دقيقة هتطلع بتكلفك 5000 كادر رسم. نص دقيقة هتطلع تعدي بعايزة ب5000 صورة أو 10000 صورة ممكن. فبدأوا هم يلعبوا اللعبة دي، ولكن لم يكتفوا بهذا، فكروا في انهم يعملوا شيء متطور. ازاي نجمع ما بين الانيميشن واللايف، ازاي تبقى بطلة زي نيلي بتكلم كرتون، ازاي يبقى بطل زي ماهر العطار في هذا الوقت يكلم كرتون، ازاي يدور حوار يتعمل فيلم اللي هو بعديها بسنين متر جولد ماير عملت فكرة الانيميشن اللي هو بطل للافلام. فكانوا هم سابقين في عالمنا العربي هذا الشيء. وبدأنا نفكر ان احنا ليه ما نعملش فيلم قبل الافلام اللي طلعت فيما بعد. فعملنا فيلم اسمه الخط الابيض. انا بتمنى الرضا يرضيه وبدوب فيه. هو معدكم كام قايل 5 تمام. شوف كده يا حمام طيران حاجة اوام. انا لو منك بستناه لا ده الغايب عذره معاه. كده هو يسيبك كده قلقانه كده ويسيبك كده حيرانة. بدا يكون بيحبك ده. فيلم الخط الابيض كانت بطولة نيلي وبطولة ماهر العطار قدامها وبطولة صور كرتون اللي هي زي ما شفنا العصفورة والحاجات اللي كانت بتعمل دي كلها. وبدأنا نفكر ازاي الموسيقى دي هتتعمل، ازاي هتركب جملة على جملة على جملة على جملة تساوي شكل اللي هي توازي. وده اللي نجحني فيما بعد لما جينا نعمل الفوازير. فبقت الكرومة لما دخلت بقت تلعب لعبة بطولة تانية، انما في هذا الوقت لا كان في كرومة ولا كان في الحاجات دي كلها، وكان كله مجهود شخصي وذاتي من حسام وعلي. بدأنا نعمل أعمال كتيرة جدا، ومن هنا بقينا ساعات أحيانا نسهر في البيت عندي نبات، يعدي علينا تاني يوم واحنا قاعدين بنشتغل. كان حسام مخه لا يستريح. لما يجي ينام تبص يبربش بعينيه، مش نايم مش قادر. وكان هو الأداة المحركة للأفكار المتطورة اللي هي هتتعمل، أو بعد كده لقيناها بتتعمل بتكنولوجيا أو بإمكانيات كمبيوتر مش إمكانيات بشرية. وكان دايما رأي حسام إن هو اللي نعمله بالعقل اللي ربنا ادولنا أقوى مليون مرة من اللي هيتعمل فيما بعد بأشياء غير العقل. وده اللي دخل بعد كده في عالم الكمبيوتر او عالم التكنولوجي او عالم انك يبقى في بتدوس زرار يجيب لك حاجات، تدوس زرار تعمل اشكال يجيب. كان عالم الزراير وعالم الغاء العقل، ده انا بسميه يعني بالنسبه لي. فاحنا قضينا فتره كبيره جدا مع بعض لدرجه ان حسيت انا اليوم الاخ الثالث، رغم ان انا حلمي بكر، الا اني حسيت ان انا الاخ، لان كان الحوار بيننا دايما مش حوار شغل، حوار صداقة يطلع منه شغل، حوار أخوة يطلع منه شغل.
فكانت علاقتنا ببعض، انا باحث عن الجديد وهم جواهم الجديد بيطلع، او اي حركه بتطلع الحاجات دي اللي هم بيسموه الابداع. وكلمه الابداع دي كلمه مش سهله. الكمبيوتر لا يبدع، ولكن ربنا خلق البشر يبدع. علشان كده النهارده لما بتيجي سيره حسام وعلي بحس ان هم جم قدامي، استحضرتهم، بشوف ايه اللي كنا بنعمله، بشوف القلق اللي فينا، بشوف احنا بنبحث عن ايه، بندور عن ايه. فكان لغة الموسيقى مع الصورة مكملين لبعض. يعني كان لا يمكن تبقى الصورة الكرتون او الحاجات اللي هم بيفكروا فيها تطلع الا اذا كان بيصاحبها جمل موسيقية. حتى لما نيجي لديزني نحس ان الكرتون بوجي الحاجات اللي هي القط والفار والبتاع هي البطل، معاهم مزيكا، هو اللي بيديك الحركه، هو اللي بيديك بتاع. لو انت شلت الموسيقى لا يمكن هتحس الحركه دي طبيعيه جايه لك. الافكت ده بالذات او بيسموه ساوند افكت هو ده اللي كان مكمل. عشان كده كان دايما صداقتنا متلاحمه. ومش كنت انا، كان في عمر خورشيد وكان في مجدي الحسين وكان في جيل جديد، جيل شباب، وبدأنا الشباب كلنا مع بعضينا. فأنتج هذا الشباب الأعمال اللي هي إذا كانت موجودة في التلفزيون أو خارج التلفزيون أو الله أعلم. في الخط الأبيض كان مع الأستاذ سيد مكاوي، وكان معاكوا الفنان المخرج فهمي عبد الحميد، شاب صغير، أحد التلاميذ جوه المعمل ده. ايوه، احد التلاميذ جوه المعمل، مظبوط. وبعد كده فهمي مسك بقى الرسوم بالظبط، وبدأ يعمل جيل تاني ويفكر في الفوازير. بالظبط كده. حتى فكره الفوازير اللي جت لأن أنا بعد عملت كده لفهمي 22 سنة فوازير اللي هي اشهرهم. كان الخطبه عروستي، حول العرض، كل الحاجات دي الانيميشن مع اللايف، هي بتكلم الانيميشن نفس فكره اللي هي الخط الابيض اللي في عروستي وفي الخطبه والخطبه والحاجات دي. دي المدرسه بقى اللي اتعمل بيها الفوازير. ايوه، هي المدرسه بتاعت الخط الابيض. ايوه مظبوط، صح. وكان في عبد الوهاب محمد كمان، الاستاذ عبد الوهاب محمد كان عبد الوهاب محمد. ده وكان شريكنا بقى في الكتابه. مظبوط. في الكتابه كان عبد الوهاب محمد يكتب ما يراه حسام وعلي. ايوه. وانا اترجم هذا بالموسيقى. ايوه. وبدانا نعمل جيل بخط جديد في داخل الانسان. كان بيدعم ده كمان لعلمك محمد سالم. يعني محمد سالم كان مسؤول مدير المنوعات كلها. ايوه. كانت